السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحاب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا النهارده هنسأل بابا وبابا هيجاوب. ماشي. اسأل يا محمد. انت الأول. انت الأول. قول لنا يا بابا ايه اللي حصل في غزوة بدر بالتفصيل. اشمعنى غزوة بدر يعني؟ كده. مش انا قلتها لكم قبل كده؟ وقلنا لكم اللي غزوة بدر كانت أول غزوات الرسول، عشان كده كان سموه بغزوة بدر الكبرى. كان أسبابها اللي سبب اللي الغزوة ده حصلت، كان المسلمين لما كانوا بيروحوا يعملوا تجارة، وهم كانوا راجعين من التجارة وكده، كان بيطلع لهم الكفار كانوا بيقتلوهم وكانوا بياخدوا التجارة دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف اللي ابو سفيان جاي بقافله، جاب برضو جيش. لا بقافله تجاريه. فالرسول حب ايه ياخد التجاره دي منهم زي ما هو عمل فيهم. مسلمين؟ لا كانش ايامهم لسه، ما كانوش مسلمين. انما الرسول كان طبعا هو الصحابه طلعوا عليهم، بس ابو سفيان بقى منه كان خبير بالمنطقه وكده، فقام ايه قام مغير الطريق بتاعه، وقام باعت للناس رسول للناس اللي هم هناك. الرسول دوت مش اللي هو الرسول اللي ربنا بعته لنا، لا، الرسول اللي هو ايه اللي بينقل الاخبار. اسمه ايه؟ كانوا مسمينه ايامها اسمه رسول. رسول ايه؟ هو كان اسمه كده. اسمه ايه طيب؟ هو اسمه رسول، هو ملقبينه باسم الرسول. الرسول دوت كان اللي هو المرسال اللي يا كان. انا اسمي مريم يعني اسمي. لا احنا ما نعرفش اساميهم بقى. ماشي. هو اسمه وكان لقبه رسول، كان بيبعت الاخبار يوديها، بينقلها من مكان لمكان. فطبعا ابو سفيان بعته اللي هو ايه لقريش هناك ويقول لهم، يبقى اخبارهم اللي المسلمين طلعوا مع محمد واصحابه، طلعوا عليهم عاوزين ايه ياخدوا منهم القافله. ورغم ذلك ابو سفيان عد، يعني ايه ما حصلوش حاجه، وقام وصل لهناك لقريش. ورغم ذلك صمم اللي هو يحارب المسلمين، جاب جيش كمان. فقام جايب جيش مكون من كام واحد؟ احنا قلنا كام واحد المشركين؟ 1300. 1013. 1300 صح. طب المسلمين كانوا كام؟ كانوا 100 وحاجة. لا عدي، كانوا 300 فرد. 300. 300. ورغم ذلك المسلمين الكفار كانوا 3000، مش كانوا 1300، كانوا 3000. ماشي. ورغم ذلك 300 كسبوا. ما عندوش حتى الألف. ايوه، ورغم ذلك المسلمين كسبوا، عشان كده سموها ايه غزوه بدر. كانت هي اول غزوات الرسول. طب سموها غزوه بدر ليه؟ عشان المكان اللي كان بيحارب فيه كان هناك بئر اسمه بئر بدر، عشان كده سموها بنفس المنطقه اللي كانوا موجودين فيه. مين الرسول اللي كان اللي هو بيعمل مع حيوانات كده، سلموه الهدهد بيشغلهم، يعني سلموه الهدهد اتأخر. وهو جاب له خبر اللي كان بيكلمهم. دي سيدنا سليمان. صح يا صح. لما كان ماشي هو وجنوده، النمل قعدت تقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم حتى يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سيدنا سليمان حاجه يضحك. فسليمان ضحك. مين اما ست يا بابا تكون في بلد كده من الرسول من زمان بيكون اسمها ايه؟ ست. ما اسمها ست. ماشي. مين الست اللي العفريت كان قدام سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان طلب منه اللي هو يجيب عرش. انت بتتكلمي الملكة؟ اسمها ايه؟ كان اسمها بلقيس. بلقيس. مملكة سبأ. كانت مملكة سبأ. هي اسمها كان المنطقة اسمها مملكة سبأ. عشان كده بابا هما جابوا كلمة سبأ ديت عشان موجودة في القرآن. لا، هو كان الموقع كان موقعة سبأ، يعني كانت اسمها سبأ، البلد اسمها سبأ. وكانت هي كانوا بيعبدوا من الشمس، ما كانوش يعرفوا اللي في رب، فكانوا بيعبدوا الشمس. الشمس دي مش مسلمة؟
انت بتتكلم يعني ايه مش مسلمه؟ انت ماسكه له كل حاجه مش مسلمه، مفيش حاجه اسمها مسلمه ومش مسلمه. يعني الشمس دي مخلوق من ربنا خلقه بيكمل حياه الكون. ما شاء الله. مفيش حاجه اسمها مسلمه ومش مسلمه. ما شاء الله. يعني الشمس والقمر والنجوم والحاجات دي مكملات ربنا خلقهم عشان يكملوا من الحياه. اسمها لما بلقيس كانوا بيعبدوا الشمس، الهدهد طبعا لما اتاخر فكان هناك لان كان بيستمع لهم. فلما سيدنا سليمان استدعى الطيور فكلهم جم الا الهدهد. فقال لك ما دام اتاخر كده يبقى عليه عقاب، يا اما يتعاقب يا اما يجيب لي ايه بحاجه يقين سبب من سبب تاخيره. فلما جه الهدهد قال له ايه اللي انا وجدت قوم تعبدهم تحكمهم امراه ويعبدون الشمس من دون الله. يلا اسال بقى يا محمد. بتقول على الحته اللي هو الجن لما جاب العرش بتاعها. سيدنا سليمان بعته قال له احنا هنشوف انت صادق ولا كاذب. ماشي. فخد الكتاب بتاعي الكتاب اللي هو زي رساله ارماها هناك وتعالى بس هم هيعملوا ايه. فلما الهدهد خد الرساله وراح رماها هناك فطبعا قالت الرساله فقالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. يعني هي خايفه لعود الملوك يدخلوا القريه عندهم ويحاربوهم فيفسدوا من الاستقرار اللي فيه والعيشه بتاعتهم. فقالت انا هروح اقابله. هتروح تقابل مين؟ سيدنا سليمان وتاخد معاه هديه. فطبعا سيدنا سليمان عاوز يعمل لهم فجأة. فقال له الجن والعفاريت اللي هم معاه مين فيكم اللي يقدر يجيب لي العرش بتاعها؟ العفريت حاجه. قال عفريت من الجن ايه؟ قال له لمجرد ما تغمض عينيك وتفتح عينك. هو جابه ازاي؟ لا الاولاني قال له ايه مجرد قبل ما تقوم من مكانك اكون جبته. والتاني قال له ايه؟ قال له لا مجرد ما تفتح عينك وتغمض عينك هتلاقيه موجود. ماشي يلا اسال بقى يا محمد. مش عارف اسال اسئله. اي حاجه. مش انتوا اللي قلتوا هسألك اسئله؟ مين الرسول اللي كان قوي وكان في بنتين كانوا رايحين يشربوا من البيت؟ مين يا محمد؟ سيدنا موسى. عرفتي؟ ايه معروفه باين. طب مين الرسول؟ طب اسالك يا مريم. ماشي. مين الرسول اللي وقف على الجبل وكلم ربنا؟ سيدنا صح. طب وقف على الجبل ليه؟ طب مين ايه سبب؟ لا السبب اللي هو وقف على الجبل. طب اراكم بقى نقولها لكم في الجزء الثاني. ماشي. استنى خلاص بقى. اسالك سؤال واحد. ان هم قال لنا ايه في الجزء الثاني. ماشي. طب